في هذه الحلقة ما عرفتش كيفاش نبداها ولا على من نهضر. المهم نكملوا فين خلينا الحلقة اللي فاتت. بديت كنتعرف على صحاب جداد، وجوه مختلفة، وعقلية مختلفة. أنا جاي من واحد الوسط اللي يشوفوني فيه باللي مفشاش وكيليميني. وغير باش نحطكم في القالب، أنا فين كنت الأغلبية التلاميذ اللي قريت معاهم الآباء ديالنا كانوا تقريبا كاملين موظفين. يعني الناس إلا بغيتي تقول أننا ناس كلاس، وهذا ما كيعنيش أنني كنقص من التلاميذ الجداد اللي غادي نقرا معاهم في مدرسة جديدة. بالعكس، غادي ندير صحاب اللي لحد الآن كنعتبرهم أقرب صحاب ليا: أحمد، حمزة، وأنس. إيوا سيادي، أول واحد تعرفت عليه كان أحمد، اللي بدورو كان صاحب ديال حمزة، كان صاحبه من قبل. وأنس كان قريب لي في الحومة القديمة، يعني كانت واحد المعرفة سطحية. المهم شريت المعرفة معاهم، وبعد سيمانة حمزة ينتقل لفوج بي، لحقاش في الجذع المشترك كانوا جوج ديال الأفواج، وبقينا غير أنا وأحمد وأنس. بدات كتكبر الدائرة ديال النيتوركين ديالي، ولكن في حدود. ما كنزعمش بزاف على الواحد إلا ما زعمش عليا هو. بحال واحد الإنسان اللي كنت كنشوفها زوينة، مع كنت ما كنفهمش باللي الماكياج كيبدل الوجه ديال بنادم. ديك البنت نسميوها إيمان. هاد إيمان كانوا عندها الملامح ديال البنات ديال الجالية اللي كيجيو من هولندا وبلجيكا كل لاصيف للريف. تيكون عندهم واحد اللون ديال البشرة مبرونزي وعسلي، يعني تيكونوا صميمرين واحد شويه. ايوا هاد إيمان كانت طايحة فيا، كنت كنعجبها بالمعنى. وانا بحكم الخلفية ديالي دائما كنت كنعامل بنات القسم باحترام وثقة، لحقاش انا بحال الا هزيتيني من المدينة وحطيتيني في البادية. المهم نرجعو عند إيمان. واحد النهار كنا خارجين من الحصة ديال التربية البدنية، داخلين على الحصة ديال التربية الإسلامية. أنا كنت جالس في الطاولة الثانية في الصف الأول اللي قدام البيرو ديال الأستاذ، وهي كانت جالسة في الطاولة الثالثة ولكن في الصف اللي حدايا. شكتني في داري ودرت لعندها، وهي تعطيني واحد الورقة مكتوب فيها بالحرف: واش تبغي تكون بويز فريند ديالي؟ ماشي بوي، لا بويز، باش ما بزاف. ديك اللحظة أنا تحيمرت وقطعت ديك الورقة في وجهها، من بحال إذا بقى فيها الحال، وحطيتها في واحد الموقف محرج. قولكم من زمان كان هو الريد بيل، ولكن من بعد أعوام فهمت باللي ديك اللقطة اللي درت كانت في بلاصتها، لحقاش من بعد إيمان غادي تزوج، وهادشي حنا ماجين ليه في الحلقات القديمة. ولو كان صاحبت معاها أنا ما نشد راسي في قرايتي، وهي نبقى شادها معايا ومحنسرها في القنوط ديال الشوارع. وعلاش هادشي؟ من الأحسن نطلق المعزة تمشي طرعا. لا، في الحقيقة كتعجب لي واحد البنت سميتها سمية. هي ماشي من الريف، ولكن خلقة في الحسيمة ومربية في الحسيمة، يعني نحسبوها أنها ريفية. وهاد سمية كانت زوينة نوعا ما، أو كما كنت كنشوفها أنا. كانت قراية هي وصاحبتها ياسمين، اللي حتى هي مزوجة دابا. هاد الحلقة نخليوها مخصصة لإيمان. الحلقات الماجي نزيدو نتعمقو شوية في التلاميذ الآخرين، وشوية بشوية كتبدا الأحداث تتسارع. حقاش في العام الأول ويمكن حتى العام الثاني ديالي كانوا شوية كالم، وما كانوش شي أحداث اللي هما كبار بزاف. المهم بلا ما نطول عليكم، نتلاقاو في الحلقة اللي ماجي. الله.